بقول لك ايه؟ ايوه انت مش عايز تبقى مدير فني اجنبي؟ طب الموضوع سهل. مش بقول لك سهل. المهم تسمع كلامي وتركز. مبدئيا اول يوم ليك في التمرين عايزك تغير اي حاجه، غير النجيله وقول لهم متهالكه، غير الخطه، غير التمرين، غير شرابات اللعيبه، نزلهم الملعب حافين، شربهم قصب بعد التمرين. المهم عايزك تغير على قد ما تقدر، وما تقلقش الصحف كلها تقول الخواجه يبدا التغيير، ثوره داخل غرف خلع الملابس، تغييرات جذريه. الخطوه الثانيه، شايف اعرف واحد في الفرقه ده؟ قعدوا على الدكه ما يلعبش خالص. اسمع مني، ما يلعبش خالص مهما كانت الظروف. الناس كلها تقول الخواجه شايف حاجه احنا مش شايفينها. شايف اوحش واحد ده؟ ايوه اللي شاط الانفراد في الاوت ده. ايوه اللي وقع على وشه ده هو. لعيب كل ماتش اديله 90 دقيقه، اوعى تفكر تخرجه. ما تقلقش، هيقول الخواجه شايف حاجه احنا مش شايفينها. فرقه كسبانه، حلو، خد اللقطه بقى، قول لهم انه بسببك، كل ده بسببك. قول لهم مش عاجبك، لسه في اداء احلى من كده. وده ايه ده؟ الفرقه خسرانه مش عارف تعمل ايه؟ ما تقلقش، روح اتكلم مع الحكم الرابع، اسمع مني، روح قول له اي حاجه، ارغي معاه في اي حاجه، المهم خليك منفعل شويه، حط ايدك على بقك عشان ما حدش يفهم انت بتقول ايه. ارجع بقى للمساعد بتاعك وهو هيتصرف، وانت خليك في طلبات البيت. خسرته برضه؟ ما تخافش، بكره الصحافه هيقولوا الخواجه غضبان من اداء اللاعبين ويكشر عن انيابه. ايوه انت مكشر عن انيابك. لسه الفرقه بتخسر؟ ما تقلقش، اصحى معايا كده عشان ورانا شغل كتير. انده على اللعيبه في الملعب بصوت عالي، لا عالي قوي، زعق، اتنرفز، اشتم، اجري على الخط، انده اي لعيب كلمه وانت متنرفز، باين قد ايه هم مش عارفين ينفذوا تعليماتك، قول له اي حاجه زي ما علمتك. لسه بتخسروا؟ الاداره قالت لك انها هتمشيك؟ طب انت خايف ليه؟ انت مدير فني اجنبي، بكره تسيب الفرقه دي وتروح الفرقه دي، ومن الفرقه دي للفرقه دي للفرقه دي، واديك بتقلب رزقك. المهم ما تنسانيش بقى. صحيح قبل ما انسى، لا مش انت يا خواجه، ما استغناش، انت اللي بتتفرج. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتعمل منشن لاصحابك، وتخلي بالك بقول لك ايه، انت راجل بتتفرج وفاهم اكتر مني،